السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقة تسوية شيش طاووق على الفحم. أول حاجة بنظبط الفحم زي ما احنا شايفين. على أي مشاوي احنا هنعملها لازم نعمل الخطوة دي، نظبطه كويس، نخليه في مستوى واحد عشان نشتغل بيه حاجتنا تطلع مظبوطة. وهنا بنرص الحاجة بتاعتنا على الشبكة. أهم حاجة اللي هي الشبكة دي يا جماعة، دي الشبكة بنزيتها الأول ونرص الحاجة بتاعتنا رصة كويسة زي ما احنا شايفينها كده، ونتابع طول ما احنا واقفين نقلب في الشبك لغاية لما ياخد اللون بتاعنا المظبوط ويستوي. هنقلب الشبك بتاعنا. بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. خطوات مهمة جدا، نديها رشة زيت برضه عشان ما يمسكش معانا. نشغل الفحم بتاعنا، بنقرا معايا ماسك. انا اخبط كده على الشبك بتاعي عشان يفك وما يلزقش مني، او احرك الشبكة نفسها كده يا جماعة كده. خبطات بسيطة جدا، خطوات مهمة جدا عند تسوية مشاوي على الفحم بالنسبة للدجاج أو الشيش. أنا اللون كويس جدا عندي كده المشاوي أو الشيش بتاعي ده يستوي. هنحرك كده زي ما احنا قلنا، دي خطوة مهمة جدا عشان تفك معايا. دي بره هنفك كده. بسم الله، احنا شايفين فكت. هبتدي احرك الشيش بتاعي الناحية التانية، الناحية البيضة دي احنا شايفين. انا اقلبه كله بالطريقة دي زي ما احنا شايفين. هنا الشبكة دي استوت معايا كده زي ما احنا شايفين. اللون بتاعها مظبوط جدا، لسه باقي دي. هنزل لكم رابط فيديو تتبيلة شيش طاووق الأصلية أسفل الفيديو زي ما احنا شايفين اللون الجميل. هنا لحد هنا الفيديو خلص. الخطوات البسيطة اللي احنا اتبعناها دي، هنطلع الشيش زي ما احنا شايفين باللون الحلو ده. نتبع الخطوات اللي احنا اتكلمناها في الفيديو. لو استفدتوا بمعلومة الفيديو اعملوا بلايك، اشتركوا معنا ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.